عمرك سألت نفسك ليه ناس بتوصل وتنجح وناس تانية بتقف مكانها؟ هل السر في الذكاء ولا في الحظ ولا يمكن في الظروف؟ الحقيقة يا صديقي السر في التدرج. النجاح مش بيجي فجأة، النجاح بيجي خطوة بخطوة. النهاردة هنتكلم عن قوة التدرج، ازاي ممكن تغير حياتك وازاي العادات الصغيرة البسيطة بتعمل معجزات مع الوقت. يعني ايه تدرج؟ التدرج ببساطة انك تبدأ صغير وتكبر بالتدريج. مفيش حد بيصحى من النوم يلاقي نفسه ناجح مرة واحدة، مفيش حد بيبني جسمه في يوم، ومفيش حد بيحفظ كتاب كامل في أسبوع. كل حاجة كبيرة وراها خطوات صغيرة متكررة زي السلم. عمرك ما هتوصل للدور العاشر بقفزة واحدة، لازم تطلع درجة ورا درجة، وده المعنى الحقيقي لقوة التدرج. خلينا ناخد أمثلة بسيطة. في القراءة مثلا، لو قرأت صفحة واحدة في اليوم في سنة كاملة هتخلص حوالي كتابين أو 3. صفحة صغيرة بدأنا بيها بس النتيجة في النهاية كانت ضخمة. في الادخار، لو ادخرت 10 جنيه بس كل يوم، بعد سنة هيكون معاك أكتر من 3600 جنيه. صحيح بدأنا برقم صغير جدا، بس في النهاية الرقم كان كبير. وفي الرياضة 10 ضغط كل يوم بس، بعد شهر هتحس إن في فرق كبير، وبعد سنة هتكون بنيت عادة قوية ومهمة جدا لجسمك. وفي التعلم، لو اتعلمت كلمة إنجليزي واحدة بس كل يوم، بعد سنة هتكون عرفت 365 كلمة، ودي كفيلة تخليك تبدأ تتكلم بسهولة. كل الأمثلة دي بتقول حاجة واحدة بس: القوة مش في البداية الكبيرة، القوة في الاستمرار. خليني أحكي لك شوية قصص. في واحد اسمه جيمس كلير كتب كتاب اسمه Atomic Habits أو العادات الذرية. بيقول إن كل عادة صغيرة حتى لو مش باينة بتبني شخصية جديدة مع الوقت. يعني مثلا لو مشيت ربع ساعة كل يوم، بعد سنة صحتك كلها هتتغير. في اليابان، في مدرب رياضي كان بيطلب من اللعيبة عنده يعملوا تحسين بسيط جدا بنسبة 1% كل يوم، وبعد سنة مستواهم اتغير تماما وبقوا من أفضل الفرق كمان. وكان في شاب قرر يحفظ القرآن الكريم صفحة واحدة بس في الأسبوع. الناس استغربت وقالوا له أنت كده مش هتخلص، لكن بعد كام سنة خلص القرآن كامل. والسر كان الصبر والتدرج. طيب إزاي نطبق قوة التدرج دي في حياتنا؟ رقم 1، ابدأ صغير جدا. اختار حاجة بسيطة لدرجة إنك ما تعرفش ترفضها، زي دقيقة واحدة مشي أو صفحة من كتاب، وصدقني بعد شوية الدقيقة هتبقى 10 دقايق والصفحة ممكن تبقى 10 صفحات. رقم 2، استمر. الاستمرار أهم من الكمال، يعني ما توقفش حتى لو حسيت إن التقدم بطيء. ورقم 3، اربط العادة بحاجة موجودة، يعني بعد الفطار هقرأ صفحة، وقبل النوم هكتب سطرين في الكشكول. رقم 4، احتفل بالإنجازات الصغيرة، حتى لو حاجة بسيطة جدا فرح نفسك بيها، وده هيشجعك تكمل كمان. قوة التدرج بتعلمنا إن النجاح مش وليد يوم واحد، لكن وليد أيام كتيرة من العمل الصغير المتكرر. وما تستصغرش أي خطوة، ما تقولش دي مش هتفرق، لأن الخطوة الصغيرة هي اللي بتفتح الطريق للباب الكبير. فاسأل نفسك دلوقتي إيه العادة الصغيرة اللي ممكن تبدأ بيها من النهاردة؟ ممكن تكون صفحة من كتاب، أو 5 دقايق رياضة، أو حتى كلمة واحدة تتعلمها. والقرار عندك، ومستقبلك هيتبني على خطواتك الصغيرة النهاردة.